السلام عليكم. كي راكم دايرين البنات؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشاهدوا في هذا لا فيديو تاع نهار اليوم. كروفيت بالصلصه الحمراء والاروع، تجي بنينه خفيفه بواحد الطريقه سهله وبسيطه احسن من تاع المطاعم. يلا هي الزينه هي الشابه، ارواحي مع سعاد نروحوا نحضروها في المطبخ. نبدو على بركه الله. انا هنا درت الطاجين تاعي يحمالي، درت فيه شويه تاع الزيت ونجيب هذيك لي كروفيت اللي كنت نقيتها. انا عندي هذيك الكروفيت كاع الصغيره كنت نقيتها هكا، غسلتها مليح بشويه تاع الليم وراني حطيتها على الزيت. انا شا غادي ندير؟ نقليها مليح مليح حتى تطلق هذاك الجو تاعها، من بعد نعاود نولي نقلعها باش نحط عليها لاصوص، باش لهاد الصلصه ولا هاد لي كروفيت تجينا بزاف بزاف بنينه، سورتو كي نطيبوا لاصوص طوماط في هذاك الجو تاع لي كروفيت. نقليها هكا مليح مليح. هنا ممكن ديري لها شويه تاع الثوم تاني، تقليها مع شويه تاع الثوم تجي ولا اروع. نقليها هنا مليح مليح، نخليها تتقلى لي واحد الخمس دقائق حتى 7 دقائق. من بعد تشوفيها بدات تطلق، ها هو الجو اللي طلقاته، شوفوا هنا ولا اروع. هذه الجو يجي هبال في لاصوص. انا نقليها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، نخليها هكا تتقلى لي مليح مليح. من بعد نجي ننزع هذيك لي كروفيت ونخلي هذاك الجو باش نديرو فيه لاصوص. نجيب انا هنا بعد ما فاتت 7 دقائق هكذاك، نجيب انا هنا الصفايه تاعي ونقعد نقلع في هذوك لي كرافات تاوعي بهذه الطريقه، نصفيهم مليح باش نروح نديروا لها لاصوص طوماط تاعنا. هاد الوصفه تجي ما شاء الله وتجي بنينه، خصوصا في فصل الصيف. انا غادي نكمل نقلع كاع هذوك الحبيبات هكا تاوعي ونروح. انا درت حبيبات تاع الطماطيس اللي كنت ربيتهم كيما تبغي انت. الا بغيتي فيها الصلصه بزاف ضعفي في كميه الطماطم، حنا نبغوا لاصوص تكون بزاف، سي بوغ سا زيت في الطماطم. شوفوا هنا بعد ما قلعتها عندي هنا غادي نجيب حوالي 3 سنينات تاع الثوم، نحطه في هذاك الليكيد تاعي، نحط الثوم ونزيد له هذيك صلصه الطماطم. درت انا هنا دوك الفصاص تاع الثوم تاعي نخلطهم هكا مع هذاك الجو تاع لي كروفيت. ميم هنا هاد الصلصه ولا هاد لاصوص بلي كروفيت ما راحش تجينا ميدمه، تجي ما شاء الله. حطيت هذوك الحبيبات تاعي هكا تاع الطماطم ونقعد نضيف لهم هنا في لي زيبيس. شا غادي نحتاج؟ غادي نزيد هنا زدت شويه تاع الثوم كما قلت لكم، كاع الحوت يبغي الثوم. صدفت هنا 2 سنينات كبار تاني تاع الثوم مع لاصوص. درت هنا ملعقه تاع الطماطم هكا مصبره ونقعد نضيف لي زيبيس تاوعي. غادي ندير شويه تاع الكمون، شويه تاع الحرور، سكينجبير وفلفله حمراء، وندير رشه خفيفه تاع الكركم، وندير ملعقه كبيره تاع قزبر مقطع رقيق. انت ممكن ديري قزبر ومعدنوس، ممكن ديري غير معدنوس. انا نبغي كما تعرفوني نبغي بزاف بنات القزبر في الماكله تاعي. درت هكا رشه تاع الكركم، درت شويه تاع الحرور، درت مغرف كبيره تاع الفلفله حمراء، درت معها شويه تاع الفلفله حمراء حاره، ودرت طماطيس ودرت الثوم، وغادي نضيف تاني شويه تاع الكمون وسكينجبير. وهنا لي زيبيس يقعد حبيبتي على حساب الذوق تاع كل واحد وش يبغي في لي صوص تاعه. كاين يضيف لها الهريسه، كاين كيما تبغي. المهم انا ضفت شويه فلفل احمر حار، ندير لها تاني شويه تاع الملح، وندير مغرف كبيره تكون معمره تاع قزبر مقطع رقيق. وصفه بالخف نوجدوها بكميه قليله تاع لي كرافيت وانت حضرتي احلى طبق لوليداتك. انا نخلي نخلط هنا جميع المكونات تاعي ونخليهم هكا يطيبوا لي على نار هادئه حتى تعقد معايا هذيك صلصه الطماطم. شوفوا واحد الريحه يا البنات راهي طالعه. شنقول لكم؟ شهيتكم ان شاء الله في الجنه. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم اخواتي، نتمنى ان شاء الله برك تكون تنال اعجابكم. شوفوا هنا لاصوص جات ما شاء الله كما قلت لكم. غادي نخليها ودائما كما نقول لاخواتي دائما طيب على نار هادئه باش ماكلتكم تجي بنينه.
شوفوا هنا لاصوص ما شاء الله راها بدات تعقد معايا. وممكن هنا لما عندكش طاجين عادي ممكن ديريها في مقلاة تاني راح تجي بنينه ما شاء الله. نضيف رشه تاع الملح ونخلي الخليط تاعي ولا لاصوص طوماط تاعي نخليها تعقد معايا. غادي نغطيها ونخليها. وهنا حبيبتي نجي نشوف لاصوص تاعي. شوفوا ما شاء الله راهي عقدت معايا لاصوص طوماط. نجي انا نضيف لها هذيك الكريفات اللي حضرناها وقليناها هكا امامكم. ما شاء الله هنا لاصوص راها عاقده معايا. هنا ممكن تزيدي تخليها تعقد اكثر من هكا، ممكن ديري كيما انا ضفتها ديريكت. انا كيما قلت لكم مانيش باغيتها عاقده بزاف، راني باغيه فيها شويه تاع لاصوص. انت الا بغيتيها ثقيله زيدي عقدي في لاصوص تاعك. انا نضيف كاع هذيك الكميه تاعي هكا تاع لي كريفات ونقعد نخلط مليح هنا الصلصه تاعي هنا مع لي كريفات. نخليها تتشرب لي مليح مليح هذيك الصلصه، تجي ولا اروع خصوصا بزيت الزيتون تجي ولا اروع. هنا غادي نخلط مليح ندخل كاع هذيك لي كريفات في الصلصه تاعنا ونخليها تاني تزيد تتجمر لي مليح مليح وتتشرب لي هذيك الصلصه كما راكي تشوفي ميمه. ودائما كما نقول لك على نار هادئه. وهنا شوفوا ضفت لها شويه تاع القزبر المقطع بهذه الطريقه. ضفت لها شويه تاع القزبر ونخليها تكتكلي وتتجمر لي على نار هادئه. كما راكي تشوفي حبيبتي راها تكتك معايا كما يقولوا. انا هنا في هذه المرحله غادي نخليها تزيد شويه تزيد تتجمر لي وتعقد لي هذيك الصلصه. وكما قلت لك الا بغيتي فيها لاصوص شويه وطفي عليها، ولا بغيتيها تكون عاقده خليها تتجمر. ونشوفها انا وحبيبتي على طاوله التقديم. وهنا حبيبتي ها هو الطاجين تاعي جاء ما شاء الله بعد ما برد معايا. شوفوا جات ولا اروع حاجه هذيك لاصوص خاطره مع لي كريفات جات تهبل. كنت زينتها بحبيبات تاع الزيتون وشويه تاع الليم. وهنايا رفقتها بهاد الخبيزات الله الله نقولوا مطلوع صغير هكا كنت خدمته بالسميد الرطب تاني جاء ولا اروع. وكما العاده والوعايد دائما ندوقها معكم. شوفوا جات ولا اروع. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم حبيباتي، والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.